أستاذة، ذكر لي الأسباب ديال الوقفة اليوم في المحكمة ديال العرائش. آه، اولا كنوجه تحيه لجميع النساء في العالم في المغرب بصفه خاصه بهذه المناسبه هذه اللي هي مناسبه اليوم العالمي لمناهضه العنف ضد النساء اللي كيتزامن مع 25 نوفمبر كل سنه. وحنا الوقفه ديالنا اليوم اللي كتجيب امام المحكمه الابتدائيه لمدينه العرائش داخله في هذا الاطار هذا كنوقفوا وقفه احتجاجيه اليوم. وكيف ما نظمناها الامس البارح مع التنسيقيه المحليه ديال العرايش وبالتنسيقيه الجهويه، حيث كانت وقفه جهويه في تطوان واللي شاركنا فيها بدورنا حنا كرابطه مع باقي الجمعيات والفعاليات المهتمه بقضايا المراه. نشير ونعاود اننا هذه الوقفه هذه وهذه الوقفات وهذه المسيرات هذه هي مسيرات وطنيه وجهويه واقليميه اللي كتحدد لنا تضامن ومؤازرة جميع النساء المعنفات واللي ما عندهمش حقوقهم، واللي الجمعيات ديالنا جمعيات نسائيه ولا حتى الجمعيه ديال الرابطه الديمقراطيه لحقوق المراه اللي كتوقف بجانبهم لمحاوله خلق لهم قانون. وهذا ما اشتغلت عليه الرابطه لمده سنتين، خلق قانون اطار لمناهضه العنف ضد المراه، واللي حنا باقيين عندنا هذا المطلب هذا وباقيين كنطالبوا به المسؤولين باش يتحقق لتحقيق ضمانات قانونيه للنساء المعنفات. أستاذة، في وضعية المرأة عموما كيف تقيمينها سواء على المستوى الإقليمي إقليم العرائش ووطنيا؟ وضعية المرأة وطنيا ولا محليا على مستوى مدينة العرائش ما غاديش نكون سوداوية في الخطاب ديالي، وغادي نقول أنها وضعية إلى حد ما برأيي متوسطة. على مستوى القوانين خلقت بعض الانفراجات، حيث جاء الدستور كيشمل بعض القوانين اللي هي إلى جانب المرأة اللي كتنصفها، لكن هناك بعض الفلاتات أو بعض الخروقات اللي كتشمل القانون الجنائي فيما يخص النساء الفتيات القاصرات وتزويجهن في حاله الاغتصاب، واللي خاص واحد البند اللي ما كيعطيش ضمانات للفتاه القاصره في حاله الاغتصاب. وحنا وكما نعاود ونكرر اننا حنا في الرابطه عندنا واحد المطلب اللي هو خلق قانون اطار اللي مسطرين فيه قوانين كتضمن حقوق المراه وكتعطيها مؤهلات باش تكون في وضعيه احسن مما عليه. بالوضعيه المراه بشكل عام هنا في المغرب هي وضعيه على مستوى القوانين كاين تحسن، على مستوى الواقع لا زال هناك حيف كيطال المراه نتيجه ديال العقليه السائده، بحيث ما عندناش تربيه اللي تضمن تربيه حقوقيه اللي حققت واحد الوعي مجتمعي اللي كيضمن الحقوق ديال المراه وعدم مناهضتها والوقوف الى جانبها وخلق ضمانات لها سواء في داخل الاسره او لا في الشارع.